السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهارده وصفة العيش القمر اللي انتم شايفينه ده. في ناس بتسميه الكماج الفلاحي وفي ناس بتسميه العيش الشامي. هنعمله مع بعض كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنطلعه تحفة بالشكل اللي انت شايفاه ده، حاجة كده بصراحة وهم. رمضان قرب واكيد كلنا بنفكر ده هنعمل عيش ايه على السحور. بصراحة مش هياخد وقت منك خالص، هياخد تقريبا ساعة من اول ما تعجنيه لحد ما تسويه. يعني هتصلي التراويح كده وهتعمليه، مش هياخد منك غير ساعة. سهل جدا وبسيط. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. عندي كيلو من الدقيق، كوبايتين من اللبن الرايب، معلقة كبيرة كده خميرة بيرة، لو مش متوفرة عندك هتستخدمي خميرة فورية، ونص كوباية سمنة على زيت، وعندي هنا معلقتين سكر ورشة ملح، واللبن رايب. هتجيبي اللبن الحليب لو مش متوفر اللبن الرايب وهتسيبيه كده من غير ما تغليه، هيبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. او لو اللبن قطع منك هيبقى حلو كمان جدا في الوصفة النهاردة. بولة بقى كده عميقة وهننزل كده بكوبايتين اللبن الرايب. بصراحة الوصفة النهاردة بسيطة جدا وسهلة ومناسبة جدا ان شاء الله بإذن الله لسحور رمضان. هننزل عليهم بنص كوباية السمنة. السمنة هنا انا مدفياها، ما تبقاش سخنة، تبقى دافية. استخدمت هنا ربع كوباية من السمنة على ربع كوباية من الزيت. وهنزل بالخميرة وبالسكر وبرشة الملح. طبعا الخميرة بتاعتك تكوني متأكدة ان هي نوعها كويس، لو انتي مش متأكدة من نوعها هتختبريها كويس. بس بصراحة انا الخميرة بتاعتي انا جايبة كده قالب وحطاه في الفريزر بشتغل منه، فانا عارفة ان الخميرة بتاعتي كويسة عشان كده ما اختبرتهاش. بتجيبي الخميرة البيرة طبعا من اي فرن عيش بلدي، لو مش متوفرة هتستخدمي الخميرة الفورية، هتبقى حلوة جدا برضو في الوصفة. هنخلط بقى كده المكونات مع بعض كلها زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. الموضوع سهل جدا وبسيط ومش بياخد وقت خالص. اهم حاجة اللبن ما يكونش في التلاجة ويكونش ساقع، هيكون بدرجة حرارة المطبخ. والسمنة هتدفيها كده علشان ايه؟ تنشط الخميرة معاكي، ما تموتهاش، ما تسخنيهاش. وبعدين هتنزلي كده بكيلو من الدقيق وهتعجني بقى كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتشربي كده الدقيق بالسوائل، وهتشوفي بقى العجينة كده وانت بتعجنيها هتحتاج لو شوية، لو ناشفة هتحتاج شوية مية، لو او شوية لبن لو عندك لبن. لو العجينة سايلة هتزودي شوية دقيق. انا عندي هنا كده نص كوباية من اللبن الرايب، استخدمت بس كده معلقتين. وهتعجني بقى كويس جدا 7 دقايق 8 دقايق لحد كده ايه ما العجينة تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. العجينة ناعمة جدا والسلسة زي ما انت شايفة كده. اول ما تسيب كده من البولة اللي انت شغالة فيها وتبقى ناعمه بالشكل اللي انت شايفاه ده، يبقى العجينه بتاعتنا حلوه قوي وتمام. انا مش عايزه العجينه لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، يكون قوامها كده مظبوط بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتغطيها بقى كده بستريتش او بكيس تلاجة. ما ينفعش تسيبيها من غير كيس علشان وشها ما ينشفش، لازم تغطيها كده بكيس تلاجة تفتحيه وتحطيه عليها او بستريتش رايب زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. وهنغطيها بقى واقول لك تعالي ازاي نخمرها بسرعه جدا علشان ما تاخدش وقت معاكي. بوله كده وهنزل ميه سخنه، وهنزل بقى كده ببولة العجين هحطها على المية السخنة. وهتشيليها بقى كده في فرن البوتاجاز او في مكان دافي. خدت معايا نص ساعة بالظبط تخمير واحنا في جو برد. لو طبعا الجو عندك حر مش هتستخدمي مية سخنة، هتسيبيها كده تخمر براحتها لو انتي مش مستعجلة عليها. والخميرة العجينة سوري خمرت وبقت حلوة قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتخرجي بقى كده منها الهوا. ما شاء الله العجينة تحفة. هتقطعيها بقى كده كور متساوية، وحجم العيش طبعا زي ما تحبي. حبة كبيرة هتكبري العجينة، حبة صغير انا بصراحة بحب حجمه كده وسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي. اهم حاجة بقى وانتي بتكوري العجينة كده هتحاولي تنعميها بايديكي على قد ما تقدري، يعني يكون وش العجينة كده ناعم واملس في ايديكي. اظن الموضوع سهل جدا او بسيط. انتي لو بتعمليها لاول مرة ما شاء الله المقادير ناجحة جدا والوصفة تحفة والعيش بيطلع جبار. لو اول مرة بقى بتعملي العيش وانتي خايفة كده، بصراحة الوصفة النهاردة ناجحة جدا والمقادير مظبوطة. صدقيني هتطلع معاكي مظبوطة 100%. ما شاء الله على العجينة. من كيلو دقيق واحد عملنا كمية حلوة قوي، عملنا 24 رغيف من العيش. وما تخافيش بقى من حاجة، مفيش حاجة صعبة. جمدي قلبك كده وقومي جربيه بقى كده واعتمدي الطريقة لرمضان. هنغطيه بقى كده بفوطة
وهنبدأ كده نفرده. وهنبدأ طبعا نفرد العيش اللي احنا مقطعينه في الاول، اللي مكورينه في الاول. الجو طبعا لو برد هتسيبي العجين كده بعد ما تكوريه، هتسيبيه حوالي 10 دقايق كده بس يرتاح عشان يتفرد معاكي بكل سهولة. شايفين بتتفرد بكل سهولة. العجينة مرنة جدا وسلسة، ما شاء الله على الجمال. وما ترفعيهاش قوي بقى وما تخنيهاش قوي، خليها كده ايه سمكها متوسط. طبعا لو رفعتيها هتطلع ناشفه قوي معاكي، العجينه هتبقى ناشفه معاكي، ولو تخنتي العجينه هتبقى تخينه قوي. خليها وسط بالشكل اللي انت شايفاه ده، يعني السمك اللي انت شايفاه ده حلو قوي، ده السمك المظبوط لها. وعلى طبق كده بقى، وهتجيبي فوطه، وهتجيبي القماشه اللي انت مخصصاها للعجين، وهتاخدي العيش طبعا على الوش اللي انت فرداه هتقلبيه لتحت، يعني الوش هيبقى تحت وظهر العجينه هتبقى فوق. اما تيجي تخبزي بقى العيش او بتسويه، بتقلبيها تاني وبتاخدي الوش تخليه فوق. وده شكل بقى العيش بعد ما فردته. هتغطيه بقى كده بفوطة وهتسيبيه يرتاح كده حوالي 10 دقايق. وعلى الفرن بقى، ويلا بينا على اسرار التسوية اللي تطلع العيش معاكي مظبوط جدا ان شاء الله. اول حاجة هنا انا بسوي بالفرن الغاز العادي. لو انت هتسوي فرن بوتاجاز هقولك تعملي ايه. انا بسوي كده بفرن الغاز. هتختبري واحدة في الاول، مش هتخبزي، مش هتحطي كمية في الفرن الاول، هتختبري واحدة تشوفي حرارة الفرن مظبوطة معاكي، النار حامية، النار هادية، هتظبطي على حسب ما انت شايفة العيش قدامك. شايفين العيش بينفخ ما شاء الله، حاجة كده تحفة. لو هتسوي فرن البوتاجاز والموضوع وما عندكيش فرن من اللي انا مستخدماه، هتسخني الفرن بقى جدا. اهم حاجة هتشغلي الفرن والشواية الاتنين مع بعض، والصينية اللي هتشتغلي فيها لازم تكون سخنة جدا، يعني هتحطيها في الفرن هتكون سخنة جدا قبل ما تحطي فيها العيش. وبيطلع القمر اللي انتوا شايفينه ده بصراحة وهمي يا جماعة، والله حاجة كده تحفة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه، طري جدا. عايزة اقول لكم ان ريحته بتجيب اخر الشارع، يعني من جماله وحلاوته. مش عايز يتاكل كده معاه اي حاجة، يعني تاكليه كده حاف. طعم الفطير، طعم اللبن فيه حاجة كده وهم. في فطار الصبح بقى لسحور رمضان، لو عندك كده اطفال وعايز تعملهم سندوتشات، بصراحة حلوة قوي ومغذي جدا بقى، لان هو بصراحة فيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفة، وهتكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. بحبكم جدا، شكرا للمشاهدة وباي باي.